بيقولك ما تلعبش بار سكواد عشان بيأثر على الظهر وبيأثر على الركبة وممكن يعملك غضروف. بيقولك ما تلعبش ديد ليفت عشان بيأثر على الظهر وبرضه هيعملك غضروف. بيقولك ما تلعبش بار بنش بريس عشان بيأثر على مفصل الكتف وبرضه هيعملك إصابة في مفصل الكتف. بيقولك ما تلعبش بأوزان حرة عشان هتعملك إصابة في جسمك بحاله. هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط 100%، واللي اخترعه الجيل الجديد اللي بيتمرن تحت مسمى العلم أو ساينس بيزد زي ما بيقولوا. لو جيت تقارن بين الاوزان الحره والماشينز، الاوزان الحره هي اللي هتكسب طبعا. تعال اقول لك ليه. الاوزان الحره مش بس بتشغل عضله واحده زي ما انت فاكر، يعني عندك مثلا السكواد زي ما هو بيشغل الرجل كامله، بيشغل معاها الكتف، بيشغل معاها الدراع، بيشغل معاها الصدر، بيشغل عضلات الظهر كلها، بيشغل عضلات الكور كلها، بيكون مفاصل، بيكون اربطه. طبعا لو بتلعبه بتكنيك صح وبوزن مناسب. من حيث البناء العضلي فالاوزان الحره تكسب طبعا. انت لو تلاحظ رغم ان موجود ماشين كتيرز في الفتره الاخيره وموجوده في معظم الجيمات وفي اغلب الجيمات، الا ان لو جيت بصيت على اي بطل لحد دلوقتي هتلاقيه بيتمرن باوزان حره كلها. فاكيد مش هو اللي غلط واحنا اللي صح يعني. عندك حاجه تانية برضو انا ما بحبهاش في الجيل الجديد ده، تلاقيه رابط لك 100 شدات في ايده عشان بيقولك انا بستهدف العضله السفليه من اللاتس او اللاتس من تحت. طب انت هتستهدفها ازاي وانت رابط 100 شدات في ايدك؟ مش بتجيب مدى حركي كامل، مش حاطط وزن زياده، مفيش مقاومه على اللاتس اصلا، مفيش مقاومه على جسمك خالص. فده ما اسموش ساينس بيزد، ده اسمه لعب عيال. عارف الفيديو ده هيزعل ناس كتير، بس اللي يزعل يزعل، انا بقول الكلام الصح دلوقتي. فلو جيت سألت برضو اي بطل محترف او اي لاعب كمال اجسام، مش هتلاقي عنده فلسفة الحنيكة بتاعتك دي خالص. مش هتلاقيه بيربط 100 شدات في ايده، مش هتلاقيه والجيم زحمة بياخد البنش وبيروح على جهاز الكيبل يتمرن كيبل عدوية. كل الحاجات اللي انت بتعملها دي الابطال ما بيعملوهاش. الحاجات دي ما بتطلعش عضلات، الحاجات دي بتهدر وقتك وخلاص. فانت لو جيت بصيت على الابطال القديمه هتلاقيهم فعلا هم اللي صح، هم اللي كانوا بيتمرنوا بالعلم فعلا. في النهايه احب اقول لك اعتمد على الاوزان المركبه في تمرينك، زائد الماشين مفيش مشكله. ما تخافش، الاوزان الحره مش هتجيب لك اصابات طول ما انت بتلعب بتكنيك مظبوط وبوزن مناسب. وفي النهايه لو استفدت ما تنساش اللايك.